اليوم راح أغير عن مكدوس الباذنجان وأعمل مكدوس الزيتون اللذيذ بطريقة كتير سهلة وسريعة وما بيحتاج معنا لتحضيرات كتيرة، فتابعوا معي الطريقة أحبائي وأهلا وسهلا فيكم جميعا. وبنبدأ وصفتنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عندي أنا هون كمية من الزيتون. هذا زيتون هاي السنة، مونة هاي السنة، ما شاء الله. شوفوا كيف حبته كبيرة وكتير طعمه طيب ولذيذ. هذا بدنا نعمل منه المكدوس. ففي أول مرحلة راح نرفع منه العجوة اللي فيه أو النواة من كل حبة زيتون. بنعمل كل حبات الزيتون بهالشكل هاي. هلأ ميزته هذا المكدوس إنه ممكن نستخدم أي نوع من الزيتون، إن كان كبير أو صغير، أو حتى نستفيد من الزيتون القديم، يعني زيتون السنة الماضية إذا كان عندنا منه كمان هيك بنرفع منه النواة اللي بقلب كل حبة زيتون وبنستخدمه، بيطلع كتير طيب. فهلأ بعد ما عملت كل قطع حبات الزيتون بهالشكل هاد صاروا عندي. هلا بدي استخدم اول شي دبس الفليفلة. هاي دبس الفليفلة اللي من مونة هاي السنة، كمان عملناها سوا، نزلت فيها فيديو كتير ما شاء الله. شوفوا على لونها وقوامها. هي عملتها بدون تنشيف بالشمس، وعملت كمان نوع تاني بتنشيف في الشمس. راح احط لكم الفيديوهات روابط بصندوق الوصف. هلا حطيت منها معلقتين كبار، وحطيت كمان ثوم مهروس، عم حط جوز مفروم، يعني كمية اختيارية، يعني حسب ما حاطين كمية زيتون. وراح احط كمان كمية من زيت الزيتون. كمان راح يعطيه طعم كتير طيب. وهلأ بنخلط هالمقادير كلها مع بعضها. ما شاء الله هون تختلط الألوان والنكهات مع بعض. مثل ما ملاحظين الإضافات اللي حطيتها للزيتون هي نفس حشوة المكدوس الباذنجان، بس طبعا هذا أسهل بكتير. يعني ضفناها مباشرة للزيتون بدون أي مراحل صعبة. فطريقة كتير سهلة والنتيجة رائعة والطعم أروع. هلأ بدنا نعبيهم بمطربان، جهزة مطربان، بنعبي هالكمية اللي عملتها. هالخلطة الطيبة واللذيذة كتير. ما شاء الله نكهات كتير طيبة بتطلع مع بعضها. فأنا بعبيهم هيك، بعبي المطربان للأخير، وبكل سهولة نكون حصلنا على مكدوس الزيتون. هلأ هيك صار عندي هون جاهز بالمطربان. ضل عليه إضافة الزيت. فأنا عم حط هون زيت الزيتون، أو بتحطوا زيت النباتي. فبنغمره للأعلى. طبعا دائما المكدوس بينغمر زيته للأعلى. وهيك حصلنا على هالمكدوس اللذيذ بجد، طعمه رائع. يعني كنوع من المقبلات، أو مع كاسة الشاي على الفطور أو العشاء. ولا أطيب من هيك مكدوس يعني. وبنعمل ميزته إنه بسهولة وبأي وقت بخلال السنة ممكن نعمله، طالما موجود الزيتون عنا. فحبيت تشوفوا هالطريقة هاي. وإذا عجبتكم وصفتنا لليوم فلا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل شي جديد. وبتشكركم كتير لحسن المتابعة.